واش فايت ليك حسيتي انك مراقب؟ داك الشعور الغريب اللي كيبرزط اللي كتحس به مني كتشاف من طرف شي شخص اخر. اليوم غندوي على نظريه جون بول سارتر ديال اللوك، يعني النظره او الشوفه كيف ما كنقولوا لها بالدارجه، اللي دوا عليها في واحد الفصل من الكتاب ديالو اللي سميتو بين اند نوتينس، واللي كيتسمى ايضا بذا جيز او النظره. كيفاش يمكن لينا نعرفوا انه راه كاينين اشخاص اخرين في العالم، وكيفاش يمكن لينا نعرفوا ان نرى اشخاص. سارتر كيعتقد انه باش نقدروا نجاوبوا على هذه الاسئله خاصنا نفكروا بالطريقه اللي كيشوفوا بها الاشخاص الاخرين التجارب ديالنا من خلال هذا المشهد اللي كيسميوه دلوك او الشوفه. تخيل انك غادي في واحد الجردة بوحدك وما كاين حتى حد اخر حداك تما. غادي كيبان لك الربيع والشجر والكراسه، فجاه كيبان لك شي انسان اخر جاي كيتمشى. هنا بالنسبه لسارتر الشخص الاخر مختلف تماما على دوك الاشياء اللي تلاقيتي بهم قبل في الجردة، مختلف على دوك الكراسه والشجر والربيع، حيت هادوك ما كيراقبوكش، غير انت اللي كتشوف فيهم، يعني انت هو المركز بالنسبه للتجربه الخاصه ديالهم. سارتر كيقول مني كنشوف الشخص الاخر كنحس بحال لي العالم تسرق مني، بحال لي كتولي شي حفره في الوجود ديالي، حيت قد ما كيعجبني نفكر في راسي كاني هو المركز ديال العالم، كيبان لي راه كاين شي شخص اخر اللي حتى هو راه المركز ديال العالم ديالو. وهاد التجربه كتجي سارتر كانها تجربه مهدده بشكل اساسي، يعني اول لقاء ديالنا مع الاخرين كيبدا كواحد الصراع على الوجود، وهذا ماشي شعور زوين. دابا ملي بان لي داك الشخص الاخر كنحس بحال لي راه العالم كيتسرق مني من خلال الاحساس بانه راه كاين واحد الشخص او مراقب اخر فيه من غيري. ولكن واخا هكاك ما حد داك الشخص غير دايز في داك الجردة، راني مازال قادر نحس بداك السيطرة ديالي، مازال كنحس انه واخا راه كاين مركز اخر ديال العالم من غيري، راني مازال المركز والمراقب، زعما داك اللي كيشوف ديال العالم ديالي. ولكن القضية كتبدل مني داك الشخص كيدور راسو كيشوف فيا. فجأة ما بقيتش حاس براسي كأني المراقب اللي كيشوف الأشياء الأخرى، بل وليت أنا هو المراقب أو الشيء اللي كيتشاف بالنظرة أو the gaze ديال الآخر. وفي هذه اللحظة الشعور ديالي بالذات كينهار وكيريب. هذه هي أهم خطوة ديال اللوك أو النظرة. نقدروا نقولوا الخطوة الأولى هي مني كنشوفوا الشخص الآخر، والخطوة الثانية هي مني الشخص الآخر كيشوف فينا. هنا في هذه الخطوة الثانية كتختفي الشخصية ديالي، حيث كتواجه مع شخص أو ملاحظ آخر. إذا مني كيشوف فيا شي شخص آخر كنفهم أنه راه شخص كيشوف، واللي كيشوف راه كيشوف الأشياء، حيث الشخص كيشوف والشيء كيتشاف. ومن هنا كنحس براسي انني وليت شيء، وهذا الشعور ديال تكون شيء كيسميه سارتر بالشيم او العار، وكيقول انه ممكن نحسو به كفخر ايضا، ولكن الفخر راه غير واحد الاستجابه ثانويه للعار. العار او الشيم بالنسبه ليه هو تحس كانك شيء. سارتر كيقول ان اللوك او النظره ماشي لابد تكون نظره حرفيه، يعني شي حد يشوف فيك بعينيه. مثلا تقدر تحس بها مني تكون غادي في شي خلا ولا شي جبل وتبان لك شي دار، تما كتحس بحال لي راه يقدر يكون شي حد كيشوف فيك من الشرجم. او مثلا اذا كنتي كطل في الثقبه ديال السارود شي باب وشي شويه كتسمع شي خطوات من مورا الباب، وتما كتحس بداك الشخص اللي ورا الباب راه حتى هو كيشوف فيك من الثقبه ديال السارود، بحال اللي كيرجع ليك داك النظره او كيرجعك لراسك. بلان اخر تقدر تاكسبيرينسي بيه هاد اللوك او النظره هو اذا كان عندك شي شريك في السكن، يعني شي حد ساكن معاك واخا يكون في البيت الاخر، كتحس بالوجود ديالو او ديالها، كتحس بحال اللي راه عينهم كيشوفوا فيك، خاصه اذا كنتي كدير شي صوت ولا شي تقرقيب، ولا واخا تكون غير ساكت، بمجرد الوجود ديالهم في نفس البلاصه فين كاين انت كيخليك تحس بداك اللوك. وهاد القضيه كتكون كتر عاود اذا كان داك الشخص معاك في نفس البيت، واخا ما تكونش كدوي ولا كتفاعل معاه، كتحس بالشوفه ديالو فيك، واخا ما يكونش كيشوف جهتك وداير الكيت ولا كيتفرج في التلفازه ولا شي حاجه اخرى. ديما كاين داك الاحساس بانك راك شيء مراقب بالنسبه لشخص اخر، تما كتحس بداك الوعي الذاتي، كتولي واعي براسك، يعني سيلف كونشس. وكنظن هاد الوعي بالذات هو اللي كيكون في دماغ سارتر مني كيدوي على الاحساس بالعار، ولا بتكون انت هو الشيء بالنسبه للاخر، زعما تما كيجرب داك التعالي ولا داك السيطره اللي موالف كيحس بها ملي كيكون هو المراقب. الحريه ديالو كتجاوز، ما كيبقاش حاس كانه هو المركز ديال العالم. والحاجه اللي كتهدد بزاف في هاد التجربه هي انه ما يمكنش لينا نشوفو كيفاش كيشوفنا داك الشخص الاخر،
يعني كتحس براسك داك الشيء اللي كيتشاف، ولكن ما يمكنش تشوف راسك كشيء في نفس الوقت، حيت ما يمكنش ليك تشوف داك اللي كيشوفك كيفاش كيشوفك ولا كيفاش كتبان ليه. نقدر نحاول نتخيل شنو كيفكر هاد الشخص عليا ولا كيفاش كيشوفني، ولكن عمري ما هنقدر نعرف فعلا كيفاش كيشوفني. عمري ما نقدر نجرب الاشياء من خلال الشخصيه ديال الاشخاص الاخرين. عمري نقدر ندير راسي في بلاصتهم، كيف ما كيقول داك المثال ديال دير راسك في بلاصتو ولا في بلاصتها. ما يمكنش دير راسك فعلا في بلاصه شي حد اخر وتحس كيف ما كيحس ولا تشوف كيف ما كيشوف. اذا الاخرون عندهم واحد الامكانيه باش يشوفوني اللي عمري غنقدر نحصل عليها، وهذه بالنسبه لسارتر هاد عدم القدره على نشوف راسي كيف ما كيشوفوني الناس هي اللي كيوصفها بالشيم او العار. وبالنسبه للبرايد، الكبرياء او الفخر اللي ذكرت قبيله كانه جزء من العار، الفخر هو تاكد لراسك انك راك شيء وتقول اوكي دابا انت كتشوفني كشيء، شوفني وشوف على شيء شحال واعر وعظيم انا. ولكن في اخر المطاف راه كنبقى شيء. داك الشيء علاش في الاخر بالنسبه لسارتر كترجع للعار او الشيم، حيت واخا تكون فخور كشيء راك كتبقى شيء في الاخر، يعني تشوفها كفخر كتبقى غير مظهر مختلف لذاك القضيه. بالنسبه لسارتر هاد النظره ماشي غير حاجه خايبه اللي كتخلينا نحسو راه حنا اشياء بالنسبه للاخرين، بل كتعطينا معلومات مهمه على شكون حنا ايضا، حيت كتورينا ان احد الجوانب الرئيسيه للوجود ديالنا هي اننا نتواجدوا للاخرين من خلال فاش كيشوفونا. سارتر كيعتقد انه كاين 3 ديال الطرق الرئيسيه اللي كتظهر بها الكائنات في العالم، من خلال الوجود لذاتها والوجود في ذاتها والوجود للاخرين. وهاد الطريقة الثالثة اللي هي الوجود للآخرين هي النظرة اللي كندويو عليها في هاد الفيديو. سارتر كيستنتج من هاد الشيء أننا يمكن لينا نكونوا في وقت معين غير الشيء اللي كيتشاف ولا الشخص اللي كيشوف، يعني ما يمكنش لينا نكونوا الشخص والشيء في نفس الوقت. وإذا حنا ديما كنسويتشيو وكنبدلوا باستمرار بين الشعور بالشيء وبالشخص، يعني كل مرة كنحسوا بحاجة وماشي بجوجهم في نفس الوقت. سارتر كيعتقد على سبيل المثال أننا إذا شفنا في عينين شي شخص آخر إما كنشوفوهم كشيء، يعني كنشوفوا عينيهم وكنشوفوا فيهم، ولا كنحسوا أننا كنتشافوا بعينيهم وكنختبروا شخصيتهم بطريقة اللي كنتلقاو وكنتشافوا بها في بلاصة ما نكونوا حنا كنشوفوا فيهم. هاد البلان هذا اختلفوا معه فيه علماء الظواهر والفلاسفة بحال سيمون دو بوفوار وموريس ميرلو بونتي. كيختلفوا مع سارتر في هاد القضيه ما يمكنش نكونوا الشيء اللي كيتشاف والشخص اللي كيشوف في نفس الوقت. كيقولوا انه ممكن نحسوا براسنا كالشخص والشيء في نفس الوقت. مثلا مني كنشوفوا راسنا في المرايه كنشوفوا في راسنا كشيء، ولكن كنحسوا براسنا كالشخص اللي كيشوف في داك الشيء في نفس الوقت. بلان اخر على المفهوم دهاد النظريه ديال النظره ديال سارتر هو ان هاد النظره شيء عاطفي، يعني راه ما كنعرفوش راسنا كاشياء بالمعنى الادراكي، بل كنحسوا براسنا كاشياء بمعنى الشعور، يعني راه فيلين. بالنسبه لسارتر النظره ديال الاخر كتعني الموت ديال الامكانيات والبوسيبيليتيز ديالي. ما كنبقاش حاس اني راه عندي توجه لا محدود نحو العالم ولا راه انني قادر باش نتجاوزو، بل بالاحرى كنحس ان الامكانيات ديالي ولاو محصورين وسط واحد الدائره ديال الاحتمالات. وهنا كتسالي رحلتنا الى كوكب زمردة او بالاحرى الرحله ديالنا مع نظريه النظره لجون بول سارتر. اكتشفنا في هذا الفيديو ديناميكية القوة ديال هذه النظرة والآثار الوجودية أنك تشاف من طرف شخص آخر، ولكن كنظن أهم حاجة اللي عرفناها من هذا الشيء هي أنه هذه النظرة ماشي غير كونسيبت أو بناء نظري، بل هي تجربة حية اللي كتشكل التفاعل والانتراكشنز ديالنا مع العالم ومع بعضنا البعض. فهمنا الكونسيبت؟ إذا المرة الجاية مني تحس بدك تقول عليك بسبب النظرة شي شخص آخر ليك، تفكر انك راك ماشي غير شيء اللي كيتشاف، بل راك انت شخص اللي كيقدر يشوف وكيقدر يتجاوب مع داك النظره كيف ما بغى. كيف ما كتب سارتر خنيت، الحريه هي شنو كدير بداك الشيء اللي دار ليك، ولا نخليوها باللونجلي احسن. Freedom is what you do with what's been done to you. مرة أخرى إذا شاف فيكم شي حد شوفوا فيه تانتوما بكل ثقة وقوة وتحدي، ولكن عندك تبقى تشوف عاود بزاف تيقول هذا راه شي حماق ولا شي حاجه. وشكرا على المشاهده، وكنقول لكم في خاطر سيمون دو بوفوار او ريفوار، سايونارا، تهلاو. ارنب كينقز حتى كيوصل للقمر،
شنو كيشوف الأرنب الأسود بعينيه الحمرين في الأفق؟ حوتة في الأرض كيطراو ليها مشاكل ملي كيصدموا عليها البقر. المكان المرح اللي تتلاشى فيه رقصة الفراشة. في الغسق القضية بدات بالخطأ بسبب البقرة ومازال غتزيد كتر. الثعلب الذهبي كيشوف في القمر وكيبتسم. اللولب اللي كيعيش في البرج العالي كيحلم كل ليلة باش يقيس النجوم. مصاص الدماء كيمتص الديل البشيق. حذاء ذهبي غيجاوب على الكلام ديالك. كتسمع صوت جرس جميل من أعماق البحار. الثعلب الذهبي بكى مرة وما غيبكيش 2 المرات. الثعلب الذهبي بكى 2 المرات وما غيبكيش مرة.